السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة الشيف خالد مافيا وفيديو جديد كالعادة. أحد المتابعين بعت لي على حساب الواتس بتاعي قال لي أنا جاي لي عقد أو جاي لي فيزا سياحة على قبرص التركية. من قبرص التركية هخش قبرص اليونانية وهعمل ورق هناك. طبعا هنوضح للناس الفرق بين قبرص التركية وقبرص اليونانية غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. بنسبة 90% قبرص التركية لها لغة خاصة بيها، أما قبرص اليونانية بتنتمي لليونان. لا، اللهجة بتاعتها بنسبة 90% بتكون زي اليونان بالظبط. اللهجة بتاعتها زي اليونان، يعني بنسبة 80% 90% بالكتير قوي. قبرص اليونانية زي اليونان في اللهجة ديت اللي تنتمي لليونان. ايه الفرق بقى بين قبرص التركية وقبرص اليونانية؟ قبرص التركية لهجتها مختلفة، بتتكلم تركي. اطلقوا عليها قبرص التركية لان في منطقة من قبرص اليونانية احتلتها قبرص التركية. تمام، اصبحت المنطقة ديت او تركيا عامة متسمية قبرص التركية. عشان ما نطولش في الفيديو اكتر من كده ونعيد ونزيد، لو نصيحة، لو انت جاي لك عقد على قبرص التركية وهتخش بيه على قبرص اليونانية، بلاش بنسبة 90%، مش هيكون كويس ومش مضمون بنسبة 90%، او ممكن يكون نصب. لو انت دخلت من قبرص اليونانية على قبرص، دخلت من قبرص التركية على قبرص اليونانية، مستحيل ينعمل لك ورق الا لما تسأل استشاري قانوني. يعني حاجة كمان لازم تسأل فيها بنسبة 90%، والمكتب ده ممكن يكون مش مضمون او شغال غلط، او شغال مثلا بنسبة 90%. في معظم المكاتب شغالة كده، يعني زي شغل تهريب. هيجيبك على قبرص التركية وهدخلك على قبرص اليونانية، مش هينفع لك ان انت اصلا تعمل ورق. لا في ورق لمصريين ولا للسوريين حاليا. قبرص حتى رفضت اللجوء للسوريين، وطبعا المصريين ما لهمش لجوء في اي دولة حاليا غير ايطاليا، وايطاليا وقفت دلوقتي كمان. يعني اصبح اليونان ما فيهاش لجوء ولا قبرص فيها لجوء. لو هتخش عن طريق قبرص التركية، ده زي نظام، يعني في زي نظام بوابة او مكان بتخش منه باقامتك. غير كده انت مش هتخش، او بتخش تهريب. لو انت اتمسكت في مصر، عفوا، لو انت اتمسكت في قبرص هتنزل مصر ازاي؟ طبعا هيرحلك ويرجعك قبرص التركية تاني، لان اصلا انت داخل عن طريق قبرص التركية، ما انتش داخل على مطار لارناكا اللي هو في قبرص اليونانية. انت داخل على مطار اسطنبول. اسطنبول دي اللي هو تركيا. اما انت ازاي هتخش دولة ومن الدولة دي هتروح دولة تانية تعمل ورق فيها؟ المعلومة دي بنسبة 90% خطأ. ولو حد عنده دراية كافية يكتب لنا في الكومنتات ايه الصحيح. دي نقطة. النقطة التانية، قبرص ما فيهاش اي، يعني انت دلوقتي لو هتخش قبرص ما فيش اي ورق ليك هينفع انت تعمله في قبرص الا لما تكون داخل عن طريق مطار لارناكا اللي هو في قبرص اليونانية ذات نفسها. اما ان انت تخش من على مطار تركيا وبعد كده تخش اسطنبول وبعد كده تيجي ان انت تخش بقى تهريب، مفيش لها حل تاني غير كده. لو اتمسكت بترجع، لو اتمسكت هترجع زيك زي اي واحد مسافر هجرة غير شرعية. لو انت بقى اتمسكت في قبرص، لو بالفعل لو انت عديت من الشرطة ودخلت ودخلت قبرص، لو اتمسكت في قبرص والشرطه مسكتك بترحلك على الدوله اللي انت داخل منها. مش هينفع حتى يرحلك مصر. حتى لو جه يرحلك مصر هقول لك فين ورقك؟ انت دخلت قبرص ازاي؟ انت مالكش اصلا ورق في قبرص اليونانيه، انت داخل منها على التركيه. فبتضطر انت هتترحل تاني قبرص التركيه، ومن قبرص التركيه هتترحل مصر. دلوقتي قبرص التركيه اصلا بنسبه 90% ما فيهاش عقود عمل، ممكن يكون بنسبه 90% عقود سياحه، وبتخش تهريب. وبنعيدها تاني اهوت عشان ما تطولش في الفيديو اكتر من كده. ولو انت عاوز حاجه معينه تسال عليها بالنسبه للعقود، اكتب لنا في حساب، ابعت لي حساب الواتس بتاعي في الكومنتات تحت، او اكتب لنا في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. السلام عليكم.